ذاته نطق الجمادات على اختلاف أنواعها. فكان مازن يقول: عثرنا ذات يوم عند الصنم عتيرة، أي ذبيحة، كانوا يسمونها إذا ذبحت للصنم عتيرة، وقيل لا تسمى عتيرة إلا إذا كانت في رجب، وإلا فذبيحة. فسمعت صوتا من الصنم يقول: أقبل إلي أقبل، تسمع ما لا تجهل، هذا نبي مرسل جاء بحق منزل، آمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها بالجندل. فقلت: والله إن هذا لخير يراد بي. ما هذا؟ إيش هذا؟ من الصنم الذي نعبده هذا الشيء ينافيه ويضاده. بالضبط. بقينا على هذه الحال فترة، ثم عثرنا عتيرة أخرى، فسمعت من الصنم يقول: يا مازن اسمع تسر، ظهر خير وبطن شر، بعث نبي من مضر بدين الله الأكبر، فدع نحيتا من حجر تسلم من حر سقر. قلت: والله إن هذا لخير يراد بي. وبقينا نتنسم الأخبار حتى قدم علينا قادم من الحجاز، ليس من الرجال المعروفين المنظور إليهم، فقلنا له: يا هذا ما وراك؟ فقال: بعث نبي من قريش يقول لمن لقيه: أطيعوا الله واعبدوه واتركوا هذه المعبودات، هذا ضلال، هذه فساد. فقلت: والله هذا معنى ما سمعت من الصنم. فقمت إلى الصنم فكسرته جذادا وركبت راحلتي، حتى إذا كنا في بعض المفالي والعرب بينها الحروب المتطاحنة، كان من العادة العربية إذا كان ركب ما نازل على حي ونزل في فلا، يحوط على الركب في المكان الذي أناخ فيه، ويتكلم كلمات ينادي بها رؤساء الجن في ذلك المكان، كما أشار القرآن إلى ذلك: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان ينادي هذا الرئيس ويقول: يا رئيس هذا المكان، إن في جوارك وحماك، نحن كذا كذا رجالنا، وكذا عدنا من الإبل، وكذا عدنا من الخيل، وهكذا. فلما كان الركب في بعض مفالي نجد، ومازن يطوف على الركب بهذه الكلمات: بين النايم واليقظان إذا برجلين يصطرعان، وبيد أحدهما حربة يريد أن يضرب بها ناقة مازن، والآخر يدافعه وهما يصطرعان. فأنشد أحدهما شعرا يقول: يا مالك بن مهلهل بن دثاري، مهلا فهذا مئزري وإزاري، الناقة الإنسي لا تعرض لها، واختر بها ما شئت من أثواري، تسمو إليها بحربة مسمومة، تبا لفعلك يا أبا العيار. والثاني يجيبه ويقول: قد رمت أن تسمو وتجهل قدرنا في غير موجبة أبا العيزار، ما كان منكم سيد فيما مضى، إن الخيار هم بنو الأخيار. وكان معنى القضية أن رئيس المكان هذا من الجن مات وخلف أولاد، فالأولاد يطلب الرئاسة، وواحد من الجماعة يبغى يتاولها عنهم. قام مازن وأيقظ قومه، قال: هذا المكان ما يصلح للمبيت، انثروا منه، انتقلوا إلى مكان آخر وناموا. فيقال لما وصل مازن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل معك الجنيان؟ فأخبره بالقضية. أسلم مازن وحسن إسلامه، هو ومن خف معه من الركب، ثم عاد إلى عمان. ولما عاد إلى عمان يدين دينا على اعتبارهم محدثا، جفاه قومه وضايقوه وأنبوه
وكان لهم شاعر فأمروه أن يهجوه فهجاه. مازن رأى أني إذا عاملتهم بالمثل ما سويت شيء، الذي أقول فيهم قال إنه في نفسي، سكت عنهم وبنى مسجد هو الآن الذي يسمى في بلادنا مسجد المضمار، موجود، وجلال السلطان أعزه الله الموجود هذا تكرم عليه وبناه من جديد كما ينبغي. وهذا من حسن التوفيق ومن بركات هذاك الإنسان الذي أسس هذاك المسجد. مضت عليه هذه القرون إلى الآن يعرف باسمه. ثم عاد مازن في السنة الثانية وبشر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلام الأكثرين من عمان. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل عمان بدعاوي كبيرة لا يزال أثرها باقيا في عمان. وآخر قال: ديني دين الإسلام، سيزيد الله أهل عمان خصبا وصيدا، واللهم لا تسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم. قل يا مازن آمين، فإن آمين يستجاب عنده الدعاء. قال: فقلت آمين، وقلت: يا الطيب بن الطيبين المبارك ابن المباركين، لقد أسلم أهل عمان بدعواتك، وإنا لنرجو لهم خيرا يرتبطون به. وعاد في السنة الثالثة وعاد في السنة الرابعة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مازن يتردد من عمان إلى المدينة. هذا هو أول صحابي من عمان. حسب عرف العلماء أن الصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به، وبعضهم زاد شرطا فقال ناقلا عنه، وبعضهم زاد شرط ثالث وقال مطيلا للصحبة. لكن الخلاصة هذه: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه فهو صحابي، واسم الصحابية شامل له. هذا. ثم الثاني صحار بن العباس من آل عبد القيس من أهل عمان. ثم الثالث كعب بن برشة الطاحي من شمال عمان. لما شاع خبر النبي صلى الله عليه وسلم في عمان وشاع الإسلام في عمان، وكان في صحار فريق كبير مهم من الفرس مقيمين في مدينة دستجرد من صحار، بلغهم هذا الكلام وأرسل إليهم العمانيون بالإسلام، فقالوا لا نرى إلا حتى نشافي فيه الملك، فإن أمرنا فعلنا وإلا فلا. بلغوا الملك فجابهم: أرسلوا لي رجلا عربيا فارسيا أمينا حتى أرسله إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا له رجلا يقال له كعب بن برشة، كانوا يستأمنوه وكان له معرفة بلغة الفرس وهو عربي عماني. أرسلوه فسار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى دلائل النبوة فيه فأسلم على يديه. لما رجع وصل صحار أخبرهم أن النبي حق وإني أسلمت. قال: نريدك تصل إلى الملك. قال: ما لي حاجة بالملك، ما أسير. هذا الثالث. الرابع أبو شداد الذماري، كان رجلا عمانيا يتاجر من عمان إلى اليمن، ومن اليمن إلى عمان، وفي اليمن ينزل قرية يقال لها ذمار، هي موجودة حتى الآن، ولهذا لقبوه هناك الذماري، وهنا يعرف بالعماني وهو الأصل عماني. ما شاء الله. والخامس يمكن ساقط عني حفظه الآن، لكن لو كنت أعلم بذكره
شكرا على هذه الذاكرة. لكن ننتقل من عرفنا عموما الصحابة وأسماء الصحابة في أسبقية الإسلام، ننتقل إلى العلماء ومكانة العلماء العمانيين لدى العلماء الآخرين الأجانب في ذلك الوقت. أصل النبوة حوض مورود ورد